السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قررت الجزائر بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى ليبيا الشقيقة، وذلك إثر الإعصار الذي ضرب عددا من المدن الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء أن هذه المساعدات جاءت استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة، وتتمثل المساعدات في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيام عن طريق جسر جوي تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي الجزائري. ويذكر أن الجزائر عبرت عن استعدادها لمساعدة المغرب من جميع النواحي، إلا أن المغرب أصدرت بيانا رفضت فيه كل هذه المساعدات، لتقرر بعدها الجزائر توفير كل هذه المساعدات إلى دولة ليبيا الشقيقة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.